السلام عليكم، حياكم الله في فيديو جديد. قصة اليوم للجزء الثاني من قصة الصديق الوفي. عزيزي المشاهد، هذه قناتي وأنا فزاع. إذا كنت أول مرة تشاهدني أرجو منك الاشتراك وتسوينا لايك حتى توصل القصة لأكبر عدد من الناس. يقول عبد الله: مرت الأيام من يوم ما تعرفت على أحمد، وأحمد أعز إنسان تعرفت عليه في ذيك الفترة. يقول عبد الله: والله ما كان يفرقنا إلا النوم. صراحة أنا ارتحت للإنسان جدا وحبيت أحمد، وكل يوم نلعب ونسولف ونتكلم أنا وياه بأشياء كثيرة، حتى إنه من كثر السوالف صرنا نتكلم في أشياء تافهة جدا لأجل نمشي الوقت ونضحك وننبسط. حتى إنه أحمد صار يتكلم مع عبد الله بكل شفافية وبكل شيء يصير له في حياته الواقعية، من زعل، من أي شيء يضايقه في الحياة. يعني بتعرفوا طبيعي أي إنسان يصادق إنسان ثاني ويرتاح له، يعني بيسولف معاه، بيتكلم معاه بأشياء خاصة، بأشياء خصوصيات. بعدين مرت علينا فترة إلا وأشوف أحمد تغير. أحمد ما عاد صار يدخل